Le mihrab de la grande mosquée d'Alger est l'un des plus beaux et des plus originaux au monde. Il est composé d'éléments architectoniques, décoratifs de style maghrébo-andalou. Sa façade est ornée avec ses inscriptions koufiques du verset 35 de Surat An-Nur et les 99 noms d'Allah. زخرفة جامع الجزائر ذات أصالة جزائرية ونمط مغاربي أندلسي. استمد كثير في الفن الخط الفن العربي المنمنمات منها الهندسية والنباتية. Les fidèles pourront accomplir leurs prières sur un tapis jamais construit auparavant en Algérie. Ces dessins regroupent les symboles de toutes les régions de ce grand pays. السجاد لجامع الجزائر ليعكس أيضا الثقافة الجزائرية من 12 منطقة جزائرية اللي عندها معروفة مشهورة بالنسج على السجاد المزابي، السجاد القبائلي تاع المامشة، وكذلك يمثل 29 منطقة أخرى اللي تلقاوها على الشريط ليدور حول سجاد جامع الجزائر. Quand vous visitez la grande mosquée d'Alger, prenez le temps d'apprécier son minbar inspiré du minbar de la grande mosquée d'Alger, édifié par les Almoravides en 1097. Le minbar de la grande mosquée d'Al-Aqsa, connu comme le minbar de Salah ad-Din al-Ayyoubi. Le minbar de Cordoue, construit sur ordre du prince Ali ibn Youssef en 1137. Ce minbar mobile en bois allie patrimoine et modernité. Pour éclairer le chemin des fidèles, un lustre majestueux est suspendu au milieu de la salle de prière. 9 tonnes et demie et plus de 370 000 cristaux Swarovski. Il a été confectionné à partir de pièces métalliques de premier choix, couvertes en or massif. Il est décoré de l'intérieur d'une calligraphie portant les formules « Gloire et louange à Dieu, gloire à Dieu le Tout-Puissant ». Avant d'entamer leur prière, les fidèles pourront faire leurs ablutions dans les 1177 points d'eau dans les rez-de-chaussée, des structures qui obéissent à toutes les règles de confort et de sécurité. ويضم هذا المعلم الإسلامي خصوصية جزائرية مغاربية عكستها التصميمات الهندسية وأيضا التصميمات الجغرافية المتواجدة في هذا المسجد الكبير. مطعم بالرخام والجبس المتعدد الألوان بلمسات فنية تعكس الزخرفة الجزائرية الأصيلة. أما أرضية المسجد فاكتست بسجاد فاخر يرمز إلى الثقافة الإسلامية والتراث الجزائري العريق. جامع الجزائر بصفة عامة هو شموخ معبر عن قيم الوفاء. أي وفاء؟ الوفاء للزمان وللمكان. للزمان أي هذا الجامع مثلت فيه كل الزخارف المعمارية التي في الجزائر التي كانت في المغرب الأوسط آنذاك أو بالأندلس أو في المغرب العربي مجسدة في هذا المعلم منذ الفتح الإسلامي إلى القرن الثامن عشر أو نقول القرن التاسع عشر. إلى جانب التصميم المعماري الفخم والأنيق، يقع المسجد في قلب العاصمة الجزائرية، مطلا بكل بهاء على البحر الأبيض المتوسط، محاطا
بحدائق من أشجار الفواكه وبمحاذاة وادي الحراش. كما على بالكم أنه الزخرفة الجزائرية لعبت دور كبير في إثراء الفن المعماري المغاربي والأندلسي، وبذلك تعد الجزائر يعني مرجع لا يستهان به في مجال الزخرفة الإسلامية. المهندس والباحث في الزخرفة الإسلامية الأستاذ عبد المالك موساوي واحد من الباحثين الكبار في هذا المجال الذي كرس حياته ودراسته في البحث والزخرفة، والذي يعد مفخرة الجزائر في هذا المجال، وأعمال عديدة كان أعملها آخرها المسجد الأعظم. من الأعمال التي في جعبتي وقمت بإنجازها 26 مسجدا، من بينهم كان آخرهم جامع الجزائر. كذلك عندنا 4 إقامة دولة عبارة عن قصور، وقد قمنا بإنجازها في منتهى الدقة والروعة. كذلك عندنا أنفاق التي تجمع ما بين سيدي موسى والمدية، وهي 8 أنفاق زخرفت مداخلها بالتنسيق مع متخصص في علم النفس. هذا الكتاب يحتوي على 320 صفحة مدعم بالصور، وطبع في حلة راقية وبأسلوب راقي. كذلك طبع أو صدر ب5 لغات: اللغة العربية واللغة الفرنسية والإنجليزية والأمازيغية وباللغة الصينية كذلك. عطر المكان بعطر العصور الجميلة، والذي تجسد في خصوصية الزخرفة وإبداع الفنان الجزائري الأستاذ عبد المالك موساوي، الذي أفرغ فيها كل المكونات النفسية والاجتماعية الثقافية والحضارية، وعطرها بعواطفه النبيلة التي ورثها عن أسلافه صانعي وموجهي التاريخ، ولونها بألوان الجزائر. تميز بناؤه بأنه ذو طابع معماري إسلامي بخصوصية جزائرية، ويضم مكتبة قدرة استيعابها 1000 مقعد تتوفر على 1,000,000 كتاب، وقاعة محاضرات، ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي، ومركز للبحث في التاريخ الجزائر. الأذان الذي شرفني المولى سبحانه وتعالى برفعه لأول مرة في جامع الجزائر هو أذان جزائري نسبة إلى مدينة الجزائر،